في كلمة لفتت نظري الأسبوع ده، الحقيقة أول مرة أسمعها، مايستر شاليه، وده طلع اسم درع الدوري الألماني ومعناه درع البطل. لفت نظري كمان خبر بيقول إنه هيتفكك وهيعاد تركيبه من أول وجديد بحيث يكون أعرض شوية. ليه بقى؟ علشان ما بقاش فيه مساحة كافية لكتابة أسماء الأبطال الجدد. طبعا هم مش أبطال ولا حاجة، هو بطل واحد بيكسب في أغلب الأحيان في ألمانيا. الدوري الألماني أو ما يعرف بالبوندسليجا بدأ بشكله الحالي سنة 1963. قبلها كانت المسابقات الألمانية إقليمية الطابع، وبيتم في نهايتها تتويج فريق واحد من خلال دورة بيشارك فيها أبطال الأقاليم. ما بين سنة 1903 و 1944 كان البطل بيرفع كأس فيكتوريا، وده عبارة عن تمثال مثبت على قاعدة، القاعدة دي بتوضع عليها شعارات الأندية البطلة. بس خلال الحرب العالمية الثانية الكاس دي اختفت وما ظهرتش تاني إلا بعد توحيد ألمانيا. النسخة الأصلية منها معروضة حاليا في متحف الكرة الألمانية في مدينة دورتموند، بس لما كانت ضايعة احتاجوا طبعا يعملوا كأس بديلة أو حاجة بديلة ياخدها الفريق البطل، وهنا ولد ما يعرف به المايستر شاليه، واللي منح لأول مرة للفريق الفايز باللقب في نهاية موسم 48-49. كان فريق اسمه في اف ار مانهايم بعد ما هزم دورتموند في النهائي. إليزابيث تريسكو كانت صائغة ذهب رائدة وأستاذة في الفنون من مدينة كولونيا، هي اللي ابتكرت الدرع ده بالتعاون مع طلابها. النسخة الأولى منه كان عرضها 50 سنتيمتر، مصنوعة من الفضة الخالصة ومزينة بحجر التورمالين. سنة 1981 حصل أول توسعة لدرع الدوري الألماني، ثم توسعة تانية سنة 2009، ودلوقتي آن الأوان لتوسعة جديدة بتقوم بيها شركة متخصصة من مدينة بريمن، هي بالمناسبة من أقدم مصنعي الفضة في ألمانيا، وبيصنعوا كمان أدوات السفرة المستخدمة في السفارات الألمانية في أنحاء العالم. على كل حال، التوسعة الجديدة لدرع الدوري الألماني هتسمح بتسجيل أبطال لمدة 30 سنة قدام، وده بيضمن تماما بقاء درع الدوري الألماني مايستر شاليه بشكله الحالي لما بعد سنة 2049. يحيينا ويحييكم الله.